اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد بخصوص عدسه انا اشتريتها في الفتره الاخيره، وهي عدسه من شركه كانون، وهي اي اف اس 1018، وهي خاصه بالكاميرات الكروب فريم. هوضح انا اشتريتها من فين وليه اشتريت العدسه دي. انا اشتريتها من متجر اسمه تيتشر ستور، كان منزلها ووضح ان في عدسه كسر زيرو ب 6500 والجديده ب 9000 وعليها ضمان. طبعا انا وجدت ان السعر لقطه لاني بحثت عنها في امازون، وجدتها ب 12500، فتوقعت ان هو ده يعني سعر كويس فاشتريتها. بعد ما وصلت وجدت انها مش جديده زي ما واضح كده، هتجد الدبان واكلها، وانها اصلا كسر زيرو ما تعتبرش جديده، يعني حد اشتراها وباعها. وايضا لما فتحت العلبه هتجد ان الحاجات اصلا يعني باين عليها ان كانت مع حد. يعني بص، هتجد هنا مثلا ده كتيب الضمان، هتجد كان في ورقه هنا وهو مكان الدبابيس، مش عارف واضح ولا لا، ومتشال. فمعنى كده ان العدسه دي اصلا كسر زيرو مش جديده، وكمان ما عليهاش ضمان. لما سالته وضح لي هو في عدسه ب 9000 عليها ضمان. قلت له انت متفق معايا ان العدسه دي جديده وعليها ضمان، ماليش دعوه انها بتسعة ب 10 ب 15. انت وضحت انها جديده وعليها ضمان، دي ولا جديده ولا عليها ضمان. وكمان وضحت له ان انا بعد البحث وجدتها اصلا على موقع نون ب 9200، ولو اشتريت باي كوبون او اي حاجه هتوصلها ب 9100. دي اول نقطه، ان هو وضح ان عدسه جديده، بعت لي واحده كسر زيرو وكمان من غير ضمان. ده غير ان انا بعد ما طلبتها وضح ان التغليف، والصوره هتكون واضحه امامكم، التغليف هيكلف 50 جنيه، وعشان يوصلها لشركه الشحن هياخد 50 جنيه تمن اجور. فمن الاخر تجربتي مع المتجر ده سيئه جدا، ولا انصح اي حد انه يشتري منه، لان وضح لي العدسه دي جديده وفي الاخر طلعت كسر زيرو. يوضح لي ان يعني دي انا مشتريها من خارج وبتاع. انا مالي بالقصه دي كلها، عدسه جديده جديده عليها ضمان عليها ضمان، ده اتفاق. طبعا يلا، آه ربنا يعوضني. انا مشكلتي مش كبيره طبعا، العدسه وصلت ما نصبش عليا، بس برضو لازم اشارك تجربتي. العدسه دي مفيده لتصوير الاماكن الضيقه زي الغرف او تصوير الطبيعه، لان فتحتها طبعا 4.5 ل5.6، دي فتحه ضيقه، بالتالي الاضاءه بتدخل ضعيفه، فمش هتكون جيده في الغرف، او لو في الغرف هتحتاج اضاءة فلاش كشاف، او الاوضة تكون منورة آه على الاخر. طبعا هنا فيها مثبت، فهي عدسة تعتبر جيدة، بس يعني انا تجربتي سيئة مع التاجر ده. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.